الحكم علي حسين علي. حديث لا زال، وعلى ما يبدو نعم خلاص الامور حسمت. ركلة جزاء للقرمة. الحديث الآن شوفها بالإعادة. عبد العباس آيات ولمسة اليد اللي شاهدها علي حسين علي بعد العودة إلى الفار. إذن هنا نعم ركلة جزاء. لكن عندما شاهدنا بالحكم ذهب إلى الفار شاهدت التدخل من اللاعب هيرنوسون كارمو. كنا نعتقد بأنه مراجعة للريد كارت، لكن اتضح بأنه يراجع لمسة اليد من اللاعب عبد العباس آيات. أيضا الحديث لا زال مستمر، وعلى ما يبدو بطاقة هذه المرة لمصطفى راضي. والحديث لا زال، والسوري هو الأقرب على التنفيذ. علاء الدين الدالي، علاء الدين، عبد القادر طارق وعبد العزيز عمار يحاولون تشتيت الأذهان، لكن لننتظر صافرة حكم اللقاء. إذن السوري علاء الدين الدالي اللي يمتلك برصيده 4 أهداف، هل يسجل هدف الخامس هذا الموسم وهدف الأول أو الهدف الأول بهذه المباراة؟ خلينا نشوف. علاء الدين الدالي العقيد السوري بمواجهة عبد العزيز عمار. علاء الدين يشاهد وينتظر، والصافرة لعلاء الدين الدالي. علاء الدين وضع البساط وحلق عاليا علاء الدين، ويسجل أول أهداف صقور الغربية من ركلة الجزاء بالدقيقة 30. الهدف الأول بهذه المباراة لأبناء الغربية، وبإمضاء العقيد السوري علاء الدين الدالي يسجل أول أهداف هذه المباراة وخامس أهدافه هذا الموسم مع القرمان، وبذلك الهدف الأول يصل بالدقيقة 30 من ركلة جزاء الحارس عبد العزيز عمار بجهة، وعلاء الدين وضع الكرة بجهة أخرى. إذن وصل أول أهداف اللقاء، وبانتظار الآن ماذا سيفعل العميد الكربلائي.